البنزين هيزيد تاني. طيب الحقيقة إيه؟ وإيه اللي بيحصل في الأسعار فعلًا؟ الفترة الأخيرة ناس كتير بتسأل هو في زيادة جديدة فعلًا جاية والّا لأ؟ ولو ليه الأسعار بتعلى أصلًا؟ خلينا نسمع الكلام من مصدر مهم جدًا. المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق كشف أرقام صادمة جدًا لكل الناس. قال إن أكبر استهلاك للوقود في مصر بيروح لقطاعين بس، النقل حوالي 40% والكهربا حوالي 40%. وال20% الباقيين بيتوزعوا على كل القطاعات التانية. النقل بيعتمد أساسا على السولار وبنزين 80 و90. أما الكهرباء فأغلبها شغالة بالغاز الطبيعي والمازوت. بس الصدمة الحقيقية هنا فاتورة استيراد الغاز في شهر مارس وصلت ل 2.6 مليار دولار. والمشكلة مش في الكمية بس في السعر كمان. قبل الأزمة سعر المليون وحدة حرارية كان حوالي 7.5 دولار، دلوقتي وصل ل10 دولار. طيب هل في حل والّا لأ؟ وفي تحرُّكات مهمة جدًا بتحصل من دلوقتي. مصر بتدخل بقوة في الطاقة البديلة، طاقة نووية هتضيف حوالي 5 ميجا وات للشبكة بداية من 2028، وده بيمثل حوالي 15% من الكهرباء. وكمان خطط لإضافة 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية والرياح خلال 3 سنين جايين. لكن المفتاح الحقيقي لتقليل الفاتورة هو النقل الجماعي زي القطارات، المترو، الأتوبيس الترددي، النقل النهري. كل ده ممكن يقلل استهلاك البنزين والسولار بشكل كبير جدا. طيب البنزين هيزيد ولا لا؟ الإجابة باختصار المهندس أسامة كمال قالها بصراحة: لو رشدنا الاستهلاك واستخدمنا البدائل بجد ممكن نحول الأزمة لفرصة. لكن لو الأسعار العالمية فضلت عالية الأسعار عندنا مش هتنزل بسهولة طبعا، وده بسبب تكلفة الدعم الحكومي. الإجابة باختصار المهندس أسامة كمال قالها بصراحة: لو رشدنا الاستهلاك واستخدمنا البدائل بجد ممكن نحول الأزمة لفرصة. لكن لو الأسعار العالمية فضلت عالية الأسعار عندنا مش هتنزل بسهولة بسبب تكلفة الدعم الحكومي.